السلام عليكم اخواني. هذا واحد موريتاني ليشكي ويبكي من صاحب محل يمني، شغله ديلي 4 شهور ما حاسبش وعنده له $10,000. هذا واحد من الموريتاني ناقشته كلي 3 أو 4 موريتانيين من اصحاب محلات سرقوهم. فاقول لاصحاب المحلات بالايام الفضيله هذا خاف والله، خاف والله بالعامل دي شغال 12 ساعه، خاف الله فيه وبرقوا الناس. حرام عليكم، ايام فضيله، تاكل ابنك حرام، تشربه حرام، انت صاحب محل دخلك كبير، مو رجع البحر يشرب من الزمزميه ترجع تسرق لك العامل وتاكل عيالك، هذا حرام. خاف والله. برقوا الموريتانيين ما قد سمعنا منهم الا كل خير. نص اصحاب المحلات ذي بنيورك مشغلين موريتانيين، لا قد سمعنا موريتاني سرق ولا نهب ولا عمل ولا ترك. فبرقوا الناس ولا تستغلوش دي معاهم اوراق. القانون هاني يحمي ذي معاه اوراق وذي ما بش معه، والبمي بالشارع يحموه. تمام. العمال معك اسبوع واحد، اذا ما برقوك شخرق علشان ما تكاثرش ومع يحنب ما يقدرش يبرقوك. هذه الرقومات تتواصلوا مع المنظمه هذه مخصصه بحق العمال، على طول يردوا عليك باي لغه تشتي. تقول لهم صاحب المحل هذا اي اثبات، فيسبوك، واتساب، رسائل، اي حاجه، حتى شهود من الزباين حق الدكان شهدوا انه كنت شغال هناك، بتخرج حقكم مذبوله. والحاجه المهمه، حتى هذا ما بش معك اوراق، البلاد هذا تحميك، ما لهاش علاقه، هذا ما لهاش علاقه الوزاره بالايس ولا لها علاقه بالهجره ولا اي حاجه. هذا تخرج لك فلوسك ولا يحتاجوا منك اوراق، بغض النظر كيف وضعك داخل امريكا. ثق بي وابحث وانت تشوف. ثالث حاجه، يمكن انا تكلمت بوقت غلط، بمعنى يمني قد طلعوه ترند سرق صاحب محل وهرب. واحنا كل مره نقول لاصحاب المحلات لما تشغل عامل يا اخي امشي قانوني، انا في ذلك مو ذب. كل شيء مغالطه. قل لها الاي دي حقك، وين قد اشتغلت من قبل؟ احنا بامريكا تشتغل باي مجال يقول لك نشتي نعمل لك باك جراوند تشيك، دنا البيانات حقك، وين قد اشتغلت من قبل؟ حتى السكن، وين قد سكنت من قبل؟ دنا رقم تلفون، يسالوا كيف انت بالسكن، كيف عيالك، لا تبرق الايجار، كيف هذا بالشغل، والسلام عليكم. الاي دي معك، داري من هو. الان تنزل لي فيديو تفضح لي واحد على 500 ولا $1000 وتسمع بها القبل، تمام. والله لو يرفع الله علينا الستر لا تجيف الارض من الذنوب والمعاصي دي لا نعملها. يعني ذولا دي لا نداول الترند هذول، يعني احنا ما شاء الله ملائكه. يا اخي امشي بالقانون ورجع افضحه. اما الان لا تنزل فيديو ذي يعرف هذا، ذي يتعرف عليه، ليه يشغله؟ منش عارف باسمه، كيف امنت بمحل قيمته $200,000؟ كيف امنت بزلطك وفلوسك وبحقك اللياسن، ليسن السيجاره وليسن الكذا وليسن الكذا؟ كيف تامن واحد منش داري مول الخلفيه حقه، مخدر، سكران، بطران، منش داري من هو ولا منين هو ولا تعرف اي حاجه عنه؟ كيف امنت بالمحل حقك يا اخي وبراس مالك والضمار؟ فاتمنى من اصحاب المحلات كل مره نكلمكم ادي لها البطاقه، فلان الفلاني انا من قريه فلان، انا بن فلان، والسلام عليكم. سرقوك نهبك تواصل مع اخوه، مع ابوه، مع عمه، ما بش يرجع فضحه. اما منش عارف باسمه وتشتي نتعرف عليه وتسمع بها القبل، قد سرقوا 500 700، ما يصلح شيء. الاعمال بخواتيمها، مدريك الله وهديه ورجع احسن مني ومنك. العمال هذول الرقومات هاني، نيويورك، كاليفورنيا، بعض الولايات، ابحث بالذكاء الاصطناعي اي حاجه تشتي ابحث هم يقولوا لك. هذول الرقومات تواصل معه بيتكلم معك باي طريقه. تواصل مع صاحب المحل قل لي يا اخي برقني ولا انا ابلغ عليك. اذا قال لك بلغ ولا وجهي هذا، والله انك ترجع تشكرني. يكلموك باللغه حقك، عربيه، اي انجليزيه، فرنسيه، اي لغه. قل لهم هذا اشتغلتوا عنده كذا وما حاسبنيش. اي اثباتات معك، واتساب، فيسبوك، رسائل، صور وانت بالمحل، حتى الزباين يشهدوا معك. تسيل باب المحل قل له هذا اشتغلتوا عنده ما برقنيش، انت تقدر تشهد ان انا اشتغلت وكنت تشوفني؟ يقول لك ايوه خلاص صوري حتى فيديو، يقول لك انا من سكان الحي هذا كان شغال بالمحل، ايدوها لك مذبوله. والله بواحد هانو خسر قرابه $100,000، ما رضيش يبرق، يمني مدري كم اشتغل عندها شهور، قال انا اجمعها لك. اشتري واحد زوج قال انا اجمعها لك، ما كان يدي له الا 800 500، ذي يحول للبلاد، خرج قرابه $100,000 وبيخرجوها ومع الضرائب. البلاد هذا بلاد قانون، فاستخدموا القانون. اشتغل عنده اسبوع لا تاخرش، اسبوع اسبوعين، ما رضيش يبرقك اخرج وبعدها تابع على حقك. اما تقص لي 5 6 شهور وبعدها ترجع تدور حقه قدير كثير ما يقدرش. فهذول الرقومات حتى لو ما بش معك اوراق، هم يستغلوا ذي ما بش معاهم اوراق، ورب الكعبه هذا الوزاره هذا ما لهاش علاقه كيف وضعك القانوني هنا، ولا لهم علاقه ولا يبلغوا الايس ولا شيء. هذا الوزاره تخرج فلوسك والسلام عليكم، وابحث وانت بتشوف. ثاني حاجه خاصه في نيويورك، ناس ليش تكوا بمعي اقارب، انا بواحد ابن عمي انا عاد انا ساكت لانه ذي سرقوه من عندنا من المنطقه حقنا، وتحديدا مشيش اقول من هنا، ناس اغنياء وناس صلحوا نص الطريق وناس معاهم فلوس ليعملوا له هناك وردون. قلنا نحترمهم ونحترم ان احنا من منطقه واحده،
ما نشيش اي حاجه ننزلها على الفيسبوك. قد كلمناه وتواصلنا واحنا منتظرين ندي شهر شهرين ثلاثه، ما بش بعدين نكلم. الواحد يمشي بالطريقه القانونيه، يكلم اولياء الامور، يكلم اخوه، يكلم ابوه، يكلم كذا، ما بش خلاص عمل دي ما عبش حاجه تندم عليها. مع ترياش تقول واستعجلتوا. فالواحد يمشي بالقانون، واللي يكون الرقم والله انه ما يسحبوهم. السلام عليكم.